قولي ايوه. انا دخلت ايه؟ دخلت بالرئيس. استنى بس، ايه اللي حصل بقى من الساعة 3؟ انا نزلت الساعه 3 من المينيباص، ما لقيتش حد. قلت ايه اتلغت، عشان واحده قالت لي من شغاله في الداخليه، قالت لي ايه؟ قالت لي ده هيلموا كله. تشرب حاجة؟ بس ايه في جورنال بالليل، وكنا اتحاسبنا عشان فلسطين، يعني عشان في 90 سنه عيد ميلاد عبد الناصر وكده. تمام. فلقيت الجورنال جابوه تفسير تحذير ان ما ننزلش. قالوا ايه؟ قالوا لا ده هو تهديد وهننزل. انا لما نزلت ما لقيتش حاجه، فدخلت صليت ركعتين في المسجد وايه والصلاه والاذان اذن. قلت ما اخرج، فلقيت الاستاذه كريمه بياخدوها. الاول واحد اللي هو الاخ اللي اسمه احمد دومه تقريبا. احمد دومه، ايوه مدون اهو. فايه فانا وصلتهم كريمه جت، الدكتوره كريمه جت. فانا اخرج، يفتحوا لي اخرج، يفتحوا لي اخرج، يفتحوا لي اخرج، يفتحوا لي اخرج، اللي هو بتاع الاحذيه اللي بيحطوا له الاحذيه. ما رضيتش، بس انا قلت يسكت يسكت حسني مبارك. قعدت اشتمهم واقول لهم ان انتوا كده. دي عشان الاسعار، الناس مش لاقيه تاكل. معاه اكل معاه 9 عيال، يعني يحاول يعني يشوف الحاجات غلت. قلت لهم سمنه ب 12 جنيه، ناس انتوا بتاكلوها ولعه، انتوا تقدروا تجيبوها. الناس ديت غلابه، مش عايزين نعملها ليه؟ تمام. فانا دخلت تاني صليت وخرجت. واحده قالت انا ايه، انا معاكم. خرجت معايا، راح حصل احنا 3. وبعدين قال لي والله حتى اديتك كنت حصقوتها لي. فانا ايه، انا مش حاجه فينا دول شالوها 20 العربيه. فرحت انا ايه، نزلت واقفه. طب ليه كده؟ ده عشان الاسعار. فقال لي مش هفوتها لك وفدين بقى. انا طب عليها، بس لو كتبتها كده ولا كده راحوا ما يكتبوليش الا لما ركبوا لي. فركبت بقى ونزلت ايه، نزلت في رمره ورحت راجعه. قلت اشوف اللي بتاخدوا دول والناس. طمني على الناس بقى. بطمن على الناس. فلقيت كتير، وبعدين لقيتهم من الاجرام بتاعهم رموا ناس في الصحراوي. رموا يعني نزلوا الدكتوره كريمه وعبد الوهاب المسيري والناس دي فين؟ بعد المجمع الخامس. المجمع الخامس ونزلوا الاخ مع ناس دكتور زكريا السروق ده عنده القلب، نزلوه برضه ونزلوا احمد صفوان برضه في المعادي، مش عارفه بعد المعادي. امريكا اساسا ما عملوش فينا كده. شعبنا الامن هنا في مصر الامن يعمل فينا كده ويودي الناس كده. وبعدين انا دلوقتي قلت شتمتهم كلهم. ولما جم الاخوه وقالوا ايه كلنا موجودين اهو في الاخوه جت كلها، قلت لهم امريكا ما عملتش فينا كده. مبارك وكلاب مبارك يا كلاب. لا عشان انتوا واكلينها، انتوا نهبينها. لكن الناس اللي معاه 6 عيال، بس انا ما عنديش الا عيل واحد بس. هذا الغاليه دي ناس كلها بتشكي، واي حد ما بيشكيش، حتى المفروض بيشكي. الحاجه ولعت. بيستنى في 8 جنيه 16 جنيه الرواد اللي هي من المقاطعه. ايوه. كل الاسعار في ب 4 جنيه، المكرونه ب 4 جنيه، والناس بتعاني. وبقول لهم اتكلموا، بس هو برضه بيغنوا الحاجه. لو الستات راحت وصوتت ولصمت الحاجه غاليه، هم بيقولوا التاجر الكبير. طب ما التاجر الكبير ما تنزلوش حمله ليه للتاجر الكبير؟ لكن هم مش عارفين البلد. تمام. يا حاج هو نزلوك فين بقى؟ هنزلوك فين؟ في الجبل وما اعرف. وسط الجبل لما خدوك من مدرسة هنا؟ خدت هنا ولا عم نزل وسط الجبل. فين بقى في وسط الجبل؟ نعرف جبل عالي من 50 متر كده. ورجعتوا بعد كده او تعبان او؟ السرية عنده القلب وتعبان قوي. جسمه في ورا مريض، والله بيجي عشان بس ايه بيدافع عن المظلومين. واحنا ضد الظلم والفساد. وانا انا عضو حزب المصري ومن حزبنا من المعارض، واحنا مكاننا الشارع. يعني هنروح فين؟ احنا مكاننا الشارع، بس مش جايين يعني كده. احنا اعضاء في الشارع ومش جايين يعني احنا يعني. طب ايه رايك في اللي بيتعرض على النيابه دلوقتي؟ بقى حرام اللي هم بيعملوه ده،
دول كلاب. ودلوقتي ماسكين الناس الفسقون بيقتلوهم يهموهم الربيع دول ومش عارف ايه، يعني حرام اللي هم بيعملوه كده. ده زي ما يكون احنا قاعدين فين؟ ده انا بيتهيألي ان انا في الصين ولا في العراق اللي بيتعمل فينا ده.